بعض الأحيان حتى التعادل جيد في ظل الظروف وفي ظل كما قلنا الأجواء اللي كانت فيها المباراة. وكذلك الشوط الثاني لم صحيح لم نقدم أي شيء، يمكن الكوكو كان أفضل من خلال المحاولات، نخلق فرص كثيرة خصوصا في الشوط الثاني. يمكن لعبنا 25 دقيقة الشوط الأول وتاحت لنا يمكن فرصة 3 فرص الشوط الأول كان ممكن نسجل، وهذا هو المشكل. نحن نعاني منه دائما، نقول دائما أنه في مثل هذه المباريات ومثل هذه البطولات أمين يجب استغلال الفرص. لو سجل النصيري على الاقل هدف كنا يرتبك المنتخب كونغو، يعني نرتاح احسن ما ندخلش معهم في هذه الاشياء، لانهم عندما سجلوا هدف اصبحوا اكثر سيطره، اكثر شراسه، بدنيا كانوا افضل، في الثنائيات فازوا في كل الثنائيات. احنا دخلنا معهم في نفس النسق ونحن السياق، وهي دائما التدخلات، وبعض الاحيان كانت ضيعنا الكره بشكل كثير. كنا دائما نريد الذهاب الى الامام في لحظه كنا نحن متفوقين تقريبا نصف ساعه الاولى من الشوط الثاني، كان المفروض نكون اكثر هدوء. اهم شيء انا عارف ان الجو لا يساعد، الرطوبه والحراره، نمسك الكره اقل شيء، نمسك الكره نمشي الكره. احنا لا، ما عندناش هذا الوقت التوقيت ان نمسك الكره ونقتل الايقاع وننزل الايقاع، لانه كانوا في وقت من الاوقات مسيطرين ويريدون تسجيل التعادل. لا، احنا بدينا نلعب معهم نفس الشيء، نريد الذهاب الى الامام، كنا دائما نخسر الكره ثم تعود علينا الهجمه. لكن كما قلت هي فيها اشياء كثيره نتعلم منها. اهم شيء كما قلت الحمد لله انه ربحنا نقطه، انا عندنا 4 نقاط. ظروف صعبه، دخول بعض اللاعبين يمكن حتى ما تاثروا اكثر بعض الظروف، خصوصا الخلوص مع الزلزال المشاهده بشكل اكثر. يمكن عدلي كان هو واللاعب حارس كانوا افضل نسبيا من اللاعبين اللي دخلوا، لكن كما قلت هذه الاشياء لازم نتعلموا منها اكثر، وهي عدم ضياع الفرص. عندما تاتينا نصف فرصه لازم نسجل من هدف. وكذلك كما قلت بعض الاحيان يجب ان نكون اكثر هدوء واكثر سيطره، لان دخلنا معهم في هذه الصراعات وفي هذه الانسياق. يمكن كان علينا نكون هادئين في عمليه الاحتفاظ بالكره، ما نعطيوش كره اكثر. لكن كما قلت هذه كره القدم، احيانا نستفيد من الاخطاء، لكن الحمد لله ان لم نخسر نقاط، لم نخسر نقاط مباراه. عندنا 4 نقاط، عندنا مباراه اخرى، لازم اهم شيء نستفيد من الاخطاء. طيب كابتن محمد ابو تريكه، قلنا في بدايه الاستوديو انه مواجهه الكونغو هو الاختبار الحقيقي للمنتخب المغربي. هل من ملاحظات الان خصوصا على هذا الشوط الثاني؟ ان الملاحظات ان احنا بنقولها اللي دايما يعمل في الظروف دي يا امين، المناخ والجو والرطوبه، تغييرات الكونغو كانت افضل للكونغو، عشان كده هم اتحسنوا. التغييرات اللي احنا طالبنا بيها للمنتخب المغربي ما قدمتش الحاجه المتوقعه منه. ففي الظروف دي تلعب 70 دقيقه كويس، تيجي التغييرات تغيرها. الكونغو ايه اللي غيره وخلاها اسرع وخلاها اكتر؟ هو التغييرات. الهدف اللي لا هم اللي سجلوا. مين الهدف اللي عمله؟ إليا ناحيه اليمين وسيلاس المهاجم اللي سجل. ايه اللي اختلف الشوط الثاني عن الشوط الاول بالنسبه للمغرب؟ انتوا سبتوا شيبو لوحده، سبتوه لوحده عشان سيدنا لوحده. شيبو سبتوه واحد ناحيه الشمال، ما سندتهوش المسانده، ولا سايس وراه ولا عبد الصمد زلزله قدامه، فكشفتوه. هو نوعا ما في التمركز هي مش عدلته، هو ما بيلعبش ظهير ايسر، هو ناحيه اليمين، فلازم ما تبقى نقاط ضعفه في التمركز تحموه. لا، انتوا كشفتوه. الجول جه كده، الجول تمركزه سيء في المساحه اللي وراه. إليا ناحيه اليمين شاف ديسابر ان هو نوعا ما سريع، فيلعب الكره من وراه وبعد كده تيجي المسانده من ناحيه. حتى اذا لاحظنا الهدف كان هناك فراغ في وسط ميدان الدفاعي. اتاخروا شويه الادوار بتاع الدفاعيه، سابوا مرابط لوحده. لكن قدم مباراه كبيره. مرابط ايوه صح. برايكم احسن لاعب في انتظار ان نعرف المعلومه من الشباب؟ انا اشوف اكرد او مرابط، لكن اكيد حيطغى الحكيم لانه بحب يسجل هدف حتى هو قدم مباراه كبيره. بالترتيب بالنسبه لي حكيمي، نايف، مرابط. 3، وربما تمنح لحكيمي باعتبار انه سجل الهدف الوحيد للمنتخب المغربي. سنتحول الان مشاهدينا الى المغرب وردود الافعال وهو على السطح. طيب كان من المفروض المغرب لاعبين، لكن كما قلت دائما احنا عندنا ثقه كبيره في اللاعبين في الفريق. هي نقطه جيده بالنسبه لي انا، النقطه ليست سيئه في ظل الظروف وفي ظل الانتصار كان يكون افضل حفاظا على معنويات رابع العالم. الانتصار كان يكون افضل لو خلقنا فرص وضيعنا فرص اكثر، لكن ننساش انهم اضاعوا فرص اكثر منا في الشوط الثاني، كانت تقريبا 3-4 فرص يمكن نسجلوا وضيع ضربه جزاء. يعني في المباراه نشوف انا على الفرص اللي ضيعنا والفرص اللي ضيعها منتخب الكونغو، وفي الظروف هذه اظن انها نقطه ايجابيه. نقطه ايجابيه للمنتخب المغربي في انتظار الجوله الثالثه، ومباراه ستكون ايضا مهمه وحاسمه امام المنتخب الزامبيكي. بس ما وصلتش 4 نقاط بنسبه كبيره، انت ضمن التاهل للدور القادم ولعله خير، لان ممكن في 6 نقاط تفكر ان انت الامور خلصت وتخرج اللعيبه من فورمه البطولات، حاجه مهمه قوي بيقع فيها معظم المنتخبات. لكن كذلك تعطي فرصه لمن لم يلعبوا للدخول في الجو كراحه الاساسيه. هجيلك يا امين النقطه دي. الفاصل ما بين المباراه الاخيره والدور ال 16 المباراه الثانيه والدور ال 16 10 ايام. 10 ايام. فالمباراه الثالثه في بعض المدربين اللي يكسب اول مباراتين 6 نقاط يقول لك ايه، اريح معظم الاساسيين ولاعب اللي ما شاركش حاسب، لان في جو البطوله وفورمه البطوله والتشكيله الاساسيه بتاعتها. انا مع اللي معاه انذار تريحه في المباراه الثانيه لو خدت 6 نقاط، فلعل وعسى التعادل ده يخليك بتركيزك
وما تخرجش بره فورمه البطوله وفورمه اللعيبه الاساسيه. انا معاك ان الجو صعب والظروف صعبه. ايه اللي حصل؟ التراجع البدني ده محتاج تنظيم اكتر، الخطوط بتاعتك تبقى متقاربه اكتر، وده ما حصلش الشوط الثاني. الثلاث خطوط بتوع منتخب المغرب بعاد عن بعض، وخاصه وسط الملعب بعاد عن خط الدفاع. الزلزولي بعيد عن شيلي، المساحه دي استغلوها كويس. فعالج اخطائك والمباراه الثالثه تكسبها، توصل بنسبه كبيره متصدر. خلي بالك لما تصدر هذه المجموعه الطريق بتاعه في الادوار اللي جايه اسهل، وهيديله يومين زياده في الراحه، فتسهل مأموريتك. المباراه الثالثه عندكم ان شاء الله الامكانيات والجوده والخبرات اللي تخليكم تكسبوا.